كي دايره؟ اش اخبارك؟ جيت نسول فيك حيت عرفتك عييتي لانك دخلتي لهذا الزواج وانت يعني كما قالوا لك يعني زواج واحد اتحاد ما بين جوج الناس، زوج انت وهو. هو اللي طرا انك فاش تزوجتي كلشي كان مزيان، غير من بعد عرفتي تحسي براسك وحدك وبدات بيناتكم بحال واحد الديناميكيه، واحد الشطحه. يعني كل ما انت قربتي ليه كل ما هو تيهرب، كل ما جريتي وراه كل ما تيزيد يدير عاوتاني سبرديله ويجري اكثر، ما بقيتيش عارفه اش ديري. بعد مرات تقولي ان لا فوت فيك، يعني اختاريتي واحد الرجل غلط. وهي القضيه ماشي هكاك، اللي خصك تعرفي ان كاينه واحد الحاجه تنسميوها انماط التعلق، يعني كيفاش انت تترتبطي مع الاخر. هي نفس الطريقه اللي ارتبطتي بها مع امك مع باك، شتي امك وباك مرتبطين بها، وهي كذلك تتبين على ديك الجروح ديال الطفوله اللي عندك. كاينه اللي عندها جرح الاب، كاينه اللي عندها جرح الام. هاد الجروح تيولي هذاك شريك الحياه ديالك، وتيولي غير مرايه وتيعكس ليك داك الشيء. هي الحاجه اللي ما شافيتيهاش تتبقاي تعاوديها. نرجعوا للمفيد. انماط التعلق هي انك انت غتلقاي راسك واحد الانسانه قلقه، علاش ما جاوبنيش، علاش ما سولش فيا، علاش ما عطانيش الحنان، ما بينش لي الحب الى اخره. وهو بطبيعته تا هو عنده نمط التعلق. حنا ما تنهضروش بزاف على هذا نمط التعلق، ما تنعرفوهمش. تيجيب لنا ربي ديما ان هذاك الانسان يعني غير نفرنا وما بقاش باغينا، ولا حنا تقال على قلبه. هو النمط ديال التعلق تتلقاي هذاك المتجنب، يعني ذاك الراجل اللي انت معاه تيتخنق، كل ما عطيتيه تيتخنق. هو ماشي حيت ما تيبغيكش، غير هو حيت داك تيخاف. كيف ما انت تتخافي انه يهرب منك، هو تيخاف يفقد الحريه ديالو. هو الحل ماشي نبداو في المشاكل ونفكروا في الفراق والخصام الى اخره. شتي كون كنتي عارفه النمط ديال التعلق ديالك، واش انت قلقه متجنبه، واش عندك واحد نمط ديال التعلق اللي امن، ولا بعض مرات كاين واحد المزيج بيناتهم، تتلقاي راسك باغاه وما باغاهش، تتقربي وتتبعدي. هذا شويه تيكون معقد، ولكن انت عارفه ان ديما كاين الحل. وانا بالطبيعه تتعرفيني نور الهدى، خبيره في برمجه العقل اللاواعي، تحرير المشاعر، واعاده البرمجه السلوكيه. اللي تنقترح عليك ان يعني قبل ما تهدمي حياتك ولا تهدمي هذه العلاقه اللي انت فيها، نجيو نفهموا بعضياتنا. اولا عارفي راسك شكون انت، عارفي هو شكون، وانا متاكده ان العلاقه بيناتكم غتصلح. والاهم اللي عندي انا ان علاقتك انت مع راسك تصلح، لان انت المصدر، ومنك تيبدا كل شيء. ومن هنا لهيه تهلاي ليا في راسك، ونتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.